كامل نحيرو كيفاش نطيبو البسباس ويجينا بنين. اليوم جبت لكم وصفة سهلة ما تشدش الوقت بزاف وتجي بنينة بزاف بزاف. تبعوا معايا الطريقة وكيفاش راح نطيبو. أول شي نصلو ونسلمو على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى بركة الله نبداو. نحط في طنجرة ولا في كسرونة ولا نحطو مغرفة تاع سمن ونزيد عليها شوية زيت. نذوب كامل مليح هذاك السمن ونحط عليه طرف تاع الدجاج. حطي على حسب أفراد العائلة، تقدري تحطي غير قطعة واحدة برك تطلق البنة. نقليه مليح في شوية زيت وسمن كيما حطينا مع الأول. نقلو هذاك الدجاج تاعنا مليح مليح. وانا كان عندي دجاج كونجلي، اذا عندك جديد ديري. نذوبوه مليح داك السمن ونقلو فيه الدجاج تاعنا، ونضيفو عليه حبة بصل مقطعة رقيق، حبة بصل ما تكون متوسطة، ونبداو نقلو في الدجاج تاعنا. التقلية هي الصح، يعني كي تقلي الماكلة تاعك تجي بنينة. التقلية تزيد لها بنة على بنة. بعد ما قلينا مليح مليح هذاك الدجاج نزيدو عليه عفوا لي زيبيس والحميصة. انا عندي الحميصة ماشي طايبة، ضفتها مع الاول. تي اذا عندك الحميصة طايبة خليها مع الاخر. لهنا عندي لي زيبيس، عندي ملح فلفل كحل وقرفة هما الاساس، وزدت تابل الدجاج على جال شوية لاكولار وزنجبيل يعني مليح. انا ما كانش عندي قرفة عود، درت شوية تاع قرفة ملحية. ونكمل نقلي مليح مليح الطنجرة تاعي حتى تطلق هذاك اليد نتاعها طلعو. ولهنا بعد ما تقلات لي يعني القدرة تاعي نجيبو مسحون ونمرقو به. نمرقو يعني قسم يطيب لنا هذاك الدجاج والحميصة، ونغطو عليه ونخلوه يكمل طيابو. نجوزو للبسباس تاعنا بعد ما كنت غسلته ونقيته يعني ودرتو شوية في الماء والخل باش يطلق كش ما تراب فيه ولا. وننفضوه يعني نوقفوه هكذايا وننفضوه كش ما تراب ولا بين الأوراق تاوعو يتنحى، نحيتلو هذوك الأوراق الزيادة ونجو نقطعوه هكايا بالطول. إذا كانت الحبة بزاف كبيرة قسميها وحدة على زوج، وبعد نص زيدي على ثلاثة، ولا دير كيما أنايا وحدة على زوج ولا كيما يعني تشوفيه ناجح ديريه. إذا جاك كبير بزاف على زوج قسمي على ثلاثة، ولا جاك نورمال خليه. أنا نقسمو كامل، عندي 3 حبات يعني كبار الله يبارك، ملحمين، ماشي عاصي تاع هذا الوقت يجي بزاف طري. نقسمو كيما هكايا كي تكون حبة كبيرة على ثلاثة. ونحطوهم كامل في كسكاس مع شوية ملح، ونحطوهم يفوروا. نفوروه يعني 70%، منخلوهش حتى يطيح، منخلوهش يتحرحر معانا البسباس باش نقدروا نتحكموا فيه. لازم توقفي معاه البسباس يعني أغلبيته جايمة. لازم كي تكوني تفوري فيه تكوني واقفة معاه، يا ربي 10 دقايق يكون واجد معاك، ما تخليش يتحرحر ويطيح، بعد ما تقدريش ترفديه. كما كنت قلت لك نديرو في الكسكاس ونخليه يفور مع شوية ملح باش ما يطيبلناش صامت. وانتم قولوا لي في في التعليقات كيفاش طيبوه، اذا يحبوه وليداتكم ما يحبوهش، لي ما يحبوش وليداتها ديروا بهذه الطريقه وترجع لي الخبر في التعليق. كملت انا كمية نديرو في فور. ما ننساوش قرصة الملح. من جهة هاي المرقة تاعنا طيب، راهي قريب تكمل طيابها. انا كنت فورته وخليته برد لي حتى يبرد تماما. نجيب 6 حبات بيض
نجيبو قبل إناء نحطو فيه شابات بيض، انتي ديري على حسب الكمية اللي عندك، إذا عندك بزاف ديري زيدي البيض، إذا ما عندكش بزاف نقصي البيض. لهنا نديرو شوية ملح، نديرو قرصة تاع فلفل كحل ماشي بزاف، نديرو رشة تاع معدنوس، ونديرو غرفة تاع فرينة بزاف نقلبوها يعني حتى تنسجم مع هذوك المكونات كامل وتذوب لنا هذيك الفرينة. يعني نديرو يعني هذا البيض اللي راح نجوزو فيه هذاك البسبوس ونقليوه، نضربو مليح مليح باش ما يبقاولناش هذوك اللي يغيمو فيه. بهذه الطريقة نحلو مليح مليح هذاك البيض بالفرينة. ولهنا نجيبو هذاك البسباس اللي كنا فورناه وبردنا معانا، نحطوه في في هذا البيض، من البيض للزيت سخون، متكثرش الزيت يعني ما يسحقش بزاف زيت، باسكو راه طايب معنا يطيب معنا غير داك البيض، ونحطوه يتقلى معانا حتى يدي اللون الذهبي. شوفي كيفاش راح نقليه انا ونخشن راح نعطيلو. كي ما تفوريش بزاف يعني تقدري ترفديه وتتحكمي فيه راه طايب يعني ماشي خضر، مثالك حكم روحو. تجي فيه بنة خطيرة هذا البسباس، يجي بزاف بزاف بنين وياكلوه لك الدراري. احنا نعرفو دراري بلي ما ياكلوش الخضرة بزاف كلحولهم. كمل انا نحط كامل الكمية في المقلاة نقليه، ونزيد نعاود كي نكمل هذه المقلة نزيد نعاود ندير مقلة واحدة أخرى ويكون كمل معانا الطبق يعني راهو واجد. بقالنا غير هذا البسباس نعاودو نقلوه ونسقيو الطبق تاعنا في طبق التقديم. اللي لحقت لهنايا وصابت الفيديو يعني صدفة تتفاعل معاه تخلي لي لايك باش يلحق الفيديو الأكبر نسبة من الناس. لهنا نحيوه من الزيت بعد ما عطيتلو هذا اللون الذهبي، ونجو نسقيو الطبق تاعنا. لهنا نحطو الدجاج في الوسط ونسقيو هذيك المريقة. إذا حبيتي فيه مرقة بزاف يعني شوية خلي، وإذا حبيتي كيما أنا يجي ناشف يعني خليه غير شوية ماشي بزاف، خليه حتى تجمر مليح مليح وديريها في الطبسي تاعك بهذه الطريقة. شوفوا أنا المريقة خليتها عقدت مليح ولا غير جا بنين يعني بنين بنين لديك الدرجة اللي كنتصوروها يعني. وليداتي كلاوه مع أنهم ما ياكلوش نهائيا البسباس أبار خضر ما ياكلوهش، واليوم كلاوه. نجربوا الوصفة حتى يعني تكتشفوا البنة تاعها. لهنا هذا هو البسباس اللي كنا يعني كملناه قليناه. نجيبو نحطوه في صحن التقديم، نحطوه على الجهة اللي حبت ديرو يعني في ديريكت في الطاجين وتخليه يزيد يتجمر دير. انا ما نحبوش يزيد يترخى مادام قليتو، حبيت فيه هذيك القرمشه يعني يجي مقرمش من الفوق ويجي طري طري بزاف من الداخل باسكو هو يعني اغلبيته مياه. انا ندير بهذه الطريقه البسباس، ونديرو مرقه يعني البطاطا جواز، كل وحده تعطينا الطريقه اللي طيب بها البسباس. لهنا ستفتو بهذه الطريقه ونشبحو شويه بالمعدنوس قطع رقيق، كل واحد يشبه بالطريقة اللي يحبها واللي يحبوها وليداتو. هنا نديرو كيما قلت لك رشة تاع معدنوس وحبة قارص قطعيها وديريها من الفوق، يعني يتفل مع عصيرة تاع قارص يجيب بنة عالمية روعة روعة. جربوا الوصفة راح تكتشفوا بنتها. واللي لحقت لهنا تخلي لي ابوني ودير جيم باش يلحقها كل جديد. هنا نديرو القارص على الوجه، ووصفة تاعنا راهي جاهزة. وشهيتكم في الجنة حبيباتي اللي شهيتها تسمح لي.
مادام رانا في وقت البسباس شي فلور، الإنسان يدير هاذو الأطباق تاوعنا يعني تاع بلادنا. شوفوا لي ديك البنة، شوفوا لي داك الجمال، يعني ما شاء الله. نتمنى الوصفة عجبتكم، وإذا عجبتكم الوصفة خلوا لي لايك وتعليق شباب كيفكم وحلو. نتلاقوا في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع ألف ألف سلامة.